أهلا ومرحبا بكم في قناتي ملكة الأناقة. اليوم سوف نتحدث عن الحجاب الشرعي. للحجاب صفات لا بد من توفيرها حتى يكون الحجاب هو حجاب الإسلام، ومن ذلك أن يكون الحجاب ساترا لجميع بدن المرأة، ولا بد أن يكون واسعا وفضفاضا غير ملفت للانتباه، وأن لا يكون به زينة، وأن لا يشبه لباس الرجال، وأن لا يكون هدف منه الشهرة أمام الناس، إنما طاعة الله ورسوله. أهمية الحجاب: إن الحجاب هو الامتثال لأمور الله وطاعته له ورسوله، وهو فطرة الإنسان التي خلق عليها، فالإنسان بطبيعته يحب الستر والتعفف، وجاء الحجاب للمرأة لتحقق هذه الفطرة. للحجاب آثار إيجابية في حياة الزوج والزوجة، وكذلك في علاقة المرأة مع أهلها وأسرتها، وذلك لأن المرأة التي تلبس حجابا وتغض عين الإنسان عنها هي امرأة ترتفع في عين المجتمع. عبارات تهنئي بها لابسة الحجاب: أولا، مبروك يا حجابك، أنار الله طريقك وثبتك على طاعته. ثانيا، حجابك سر سعادتك، فلا تجعلي أحدا يحيدك عن طريق الإيمان والنعيم، وتمسكي بحجابك. ثالثا، مبروك عليك خطوة جديدة على طريق الجنة، وثبتك الله أختي الغالية. رابعا، أهنئك أيتها الغالية اللؤلؤة التي طالما ازدادت بهاء حينما تجملت بالحجاب. تعطري بما أمر الله ولا تتخلي عن حجابك غاليتي. عبارات عن الحجاب أتمنى أن تعجبكم. أولا، الحجاب قبل الحساب. ثانيا، الامرأة بلا حجاب مدينة بلا أسوار. ثالثا، الحجاب شعار للتقوى والإسلام، والحجاب برهان للحياء والاحتشام، والحجاب والاحترام. الحجاب هو أشرف وإكليل لجمالك وأعظم دليل على أدبك وكمالك. رابعا، يقول ما يقول، فليس هنالك شيء يحفظ المرأة وكرامتها وعرضها وعزتها مثل الحجاب. خامسا، حجابك نوع من أنواع النعيم. سادسا، حجابك عنوان للطهر ولباس الشرف والتقوى. سابعا، حجاب المرأة تاج فوق رأسها وزينة لها في قبرها ويوم عرضها على ربها. ثامنا، حجابك زينتك وللجنة وسيلتك. كوني شامخة بحجابك في زمن التبرج. يا لؤلة زاد العفاف بريقها، وهدى الكتاب يظلها ظلا محار. الحجاب للمرأة فخر لأبيها وقدوة لأبنائها وعز لزوجها. المرأة المحجبة كالشمس التي تنير الأرض، فلا يستطيع أحد إطلال النظر فيها. الحجاب رداء التقوى والإيمان للمرأة. الحجاب خير حصن للمرأة من نار جهنم. أختي المسلمة، حجابك هو حشمتك وحياؤك وهويتك الحقيقية التي كرم بها دينك العظيم. حافظي على حجابك، فهو من يحميك ويمنحك الكرامة والحرية الحقيقية. الإسلام جعل من المرأة ملكة وتاجا ملكها هو الحجاب. أيتها الفتاة، ليكن حجابك لحجاب الأنظار لا لجلبها. الحجاب عفة الأنثى والطهارة لقلبها الطاهر الطيب. الجميلة الغالية، عفتك بحجابك وحسن أخلاقك. الخمار أكمل دليل على أدبك وكمالك، كما أنه إكليل لجمالك.
اللباس الساتر والحجاب الكامل هو دليل على جمالك وأخلاقك وتربيتك. الحجاب أو النقاب من أفضل الأرزاق الذي يمكن أن يعطيها الله لعبده، وأحمدي الله يا جميلة على الرزق الذي معك. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك على قناتنا حتى يصلكم كل جديد.